في 2002 في ست من ولاية بوسطن في أمريكا اسمها كارين كيجن تعبت فجأة لدرجة إن هي احتاجت عملية زرع كلى، بس من حسن الحظ إن هي كانت مخلفة 3 شباب زي الورد، والثلاثة كانوا أجدع من بعض، كل واحد إلا وإلا محدش هيدي الكلية دي لأم غيري. وطبعا علشان موضوع زراعة الأعضاء ده مش بالسهولة دي، ولازم في الأول تحاليل وفحوصات ونشوف الماتشنج أو مدى تقبل الجسم بتاع البيشنت اللي هيتزرع له ده للعضو ده. عملوا فعلا التحاليل دي عشان يشوفوا مين أكتر واحد من الثلاثة ينفع يدي أو يتبرع بالكلية بتاعته الأم. بس هم لقوا حاجة غريبة كده ظهرت في التحاليل ما كانتش في الحسبان خالص. لقوا ان الست اللي اسمها كارين كيجن دي اللي هي الام اللي تعبانه دلوقتي هي ام في الحقيقه لواحد بس من الثلاثه، والاثنين التانيين هي مش امهم اصلا. وده اكتشفوه لما لقوا ان مفيش تطابق خالص في التحاليل اللي حصلت ليهم وليها او حتى في الدي ان ايه بتاعهم. ده الاغرب بقى ان التحاليل قالت ان كارين كيجن دي في الحقيقه خالتهم مش امهم. يعني كده كارين دي خطفت العيلين دول من هم اطفال من اختها. طب هي فين اختها اصلا؟ كارين فضلت تحلف لهم وتتقطع ان دول عيالها، وتطلع لهم صور وهي حامل فيهم كمان. والحقيقه ان كارين فعلا ما كانتش بتكذب، هي كانت امهم فعلا مش خالته. يعني كده التحاليل دي غلط، نروح نشوف مستشفى تانية. عايز اقول لك ان التحاليل برضو كانت صح، بس كارين هي اللي كانت كايميرا. كايميرا ده كان اسم وحش اسطوري في الاساطير اليونانيه القديمه، وده كان عباره عن اسد طالع له ديل تعبان وفي النص كده طالع له راس معزه. ومصطلح الكايميرا ده فضل مكمل بعد كده كرمز لاي كائن خلاياه عباره عن اندماج من خلايا فرد تاني او اكتر من نفس النوع، يعني بالظبط يكون 2 في 1، الخلايا بتاعته ومعاها خلايا واحد تاني. وده كمان اللي حصل مع اشهر حاله تقريبا لموضوع الكايميرا ده، وهي ليديا فيرتشايلد في 2003 لما كانت مخلفه عيلين وحامل في الثالث، وجه جوزها وهي حامل طلقها، فراحت رفعت قضيه عشان تضم حضانه الولدين دول ليها. بس برضو التحاليل في الوقت ده اثبتت ان العيال دول مش عيالها. بس عايز اقول لك ان مش ده الغريب. الغريب ان العيل الثالث اللي هي كانت حامل فيه ده اصلا لما اتولد وجم عملوا له فحوصات لقوا ان هو برضو مش ابنها. قال لا احنا هنهرج، يعني ده ما كانش حمل كان قولون؟ لا كان حمل عادي، والواد اللي في بطنها ده ابنها فعلا. بس ليديا فيرتشايلد اللي هي الام دي كانت برضو كايميرا. طيب انت عمال يا عم تقول لي كايميرا كايميرا، ما تقول لي ايه هي الكايميرا اصلا وازاي بتحصل؟ خلينا نرجع كده بالزمن شويه لحصه العلوم اللي خدناها بتاعه رابعه ابتدائي دي، اللي كنا بنعرف فيها درس التكاثر. وافكرك ان علشان يبقى في طفل اصلا موجود في الدنيا ويتولد، فهو بيورث الصفات بتاعته من الاب والام، فهو بيبقى ناتج من اتحاد بويضه من الام تحمل نصف الماده الوراثيه مع حيوان منوي من الاب بيحمل نص الماده الوراثيه الثانيه، وبكده نبقى ما ظلمناش حد، العيل اتولد نصه من هنا ونصه من هنا. الكايميرا دي بقى بتحصل، او العمليه نفسها بقى اللي هي اسمها الكايميريزم، بتحصل لكذا سبب. اول سبب هو ان الرحم بتاع الام ما بيبقاش فيه بويضه واحده، بيبقى فيه بويضتين. اذا احنا هنا كده بنتكلم في توأم، كل بويضه فيهم بتتخصب من حيوان منوي، وبكده يبقى عندنا بويضتين هينتجوا لنا طفلين، يعني التوأم. وده اللي بيحصل في اغلب الحالات. اللي بيحصل بقى وبيحصل في احيان كتير كمان ان واحد من التوأم دول التكوين بتاعه ما بيكتملش، ومع الوقت بيختفي. بس مش بيختفي عشوائيا كده، لا، بيتم امتصاص الخلايا دي بتاعته وبتندمج مع الخلايا التانية اللي موجوده اللي هي الخلايا بتاعه التوأم بتاعه، وبتكمل الخلايا دي عادي خالص في النمو لغايه ما بتنتج في الاخر طفل واحد بس اللي هو الكايميرا، في الخلايا الاساسيه بتاعته وفي برضه الخلايا بتاعه اخوه او اخته التوأم. واحيانا كمان بتبقى ظاهره عليه الاعراض دي، زي مثلا ان هو يبقى عنده عين ملونه وعين لا، او زي كمان ما بنسمع ان في ولد بيبقى عنده الاعضاء التناسليه البنت او العكس. واحيانا ما بيبقاش فيه اي اعراض، عادي الدنيا بتكمل وبتمشي ومحدش بيعرف حاجه. الفكره بقى ان توزيع الجينم او توزيع الخلايا المختلفه في جسم هذا الشخص الكايميرا ملهاش مسك. يعني مثلا ممكن اعضاء زي الكبد والبنكرياس مثلا يبقى الخلايا المكونه بتاعتهم هي الخلايا الاصليه بتاعتك انت، واعضاء تانية زي الكلى مثلا فيها الخلايا بتاعت اخوك او اختك التوأم. يعني في حاله ليديا مثلا قعدوا يحللوا اجزاء كتير جدا من جسمها ومن الاعضاء بتاعتها علشان يثبتوا ان العيال دي عيالها. اصل اللي هو ازاي دي جايه لنا حامل اصلا، يعني الموضوع ما فيهوش هزار، الموضوع منتهي. وفضلوا يحللوا خلايا مختلفه من جسمها لغايه ما لقوا في تطابق في الخلايا بتاعت عنق الرحم بتاعها مع خلايا الاطفال بتاعتها، مما يثبت ان هم فعلا اطفال. فهنستخلص من الكلام ده ان انت الخلايا بتاعتك الاصليه بقى فين في جسمك، والخلايا بتاعتك اخوك اللي انت بلعته فين في جسمك، احنا مش عارفين. في سبب تاني للموضوع ده وهو بيحصل مع الام اثناء الحمل، وهو انه خلال الحمل في خلايا من الجنين اللي موجود دلوقتي ده بتدخل مجرى الدم بتاع الام وبتفضل تتمشى في الجسم كده لغايه ما بتستقر في حته معينه او في اعضاء معينه، وتفضل مستقره وقاعده في الحته دي لسنين بقى محدش دريان. يعني في الحاله دي الام نفسها بتبقى كايميرا، او بالاسم الدقيق بقى مايكرو كايميرا، وده علشان في عدد قليل خالص من الخلايا بتاعه الجنين بتاعها هو لسه مستقر فيها. طيب السبب ده لو حصل بيبقى ليه ميزه وعيب.
عيب. هبتدي لك بالعيب. العيب وهو ان الام هنا بتبقى معرضه ان هي تتصاب بامراض مناعيه، لان هي كده عندها في جسمها الخلايا بتاعتها وخلايا غريبه عنها، فوارد ان جهازها المناعي يضرب الخلايا الغريبه عنها دي في اي وقت. وعلشان اصلا تبقى فاهم ايه هو المرض المناعي، هو ان الجسم بيلاقي او بيعتبر ان في خلايا معينه غريبه عنه، فبيبتدي يتعامل معاها ان هو يطردها او يهاجمها. طب الميزه ان الام لا قدر الله بعد كده لو في اي تلف حصل لاي عضو في جسمها، الخلايا السليمه اللي في جسمها بتاعه الطفل بتاعها ممكن تنقذ الموضوع ده. وده حصل فعلا قبل كده لما كان في ام حصل لها تلف في الكبد بتاعها بسبب فيروس سي، ولقوا مع الوقت ان الخلايا السليمه للطفل بتاعها اللي كانت مستقره في جسمها تدخلت وحلت محل الخلايا دي. قد تظن وانا كمان كنت اظن لما سمعنا الموضوع ده ان ده موضوع نادر وهم 3 4 في الدنيا اللي عندهم الموضوع ده، ولكن الابحاث والاحصائيات بتقول غير كده. في 2012 في مجموعه من الباحثين فحصوا 59 دماغ ست ماتت ولقوا الجين واي في تلتين الستات دي. طب فين المشكله؟ المشكله ان جين واي ده ما ينفعش اصلا يبقى عند الستات، ده جين مش موجود غير عند الرجال. فلو تفتكر في نفس حصه الاحياء اللي احنا كنا لسه فيها من شويه، ان تكوين الراجل عباره عن اكس واي وتكوين الست عباره عن اكس اكس، وده معناه ان تلتين الستات دول كانوا قيميرة، وان جين واي ده عندهم بسبب اولادهم اللي خلفوهم هم عايشين. ده بل كمان في احصائيات تانية اظهرت ان واحده من كل 8 حالات ولاده فرديه بتبدا بحمل متعدد. يعني الموضوع مش نادر الحدوث ولا حاجه، لا هو موجود، والموضوع ده مش بيحصل مع الستات بس، هو بيحصل مع الرجاله كمان عادي عشان النفسيات بس. في 2015 في راجل امريكي التحاليل بتاعته اثبتت ان هو مش ابو ابنه، طلعته عمه، وده اكتشفوه بالصدفه برضه. وده لما لقوا ان الحمض النووي اللي موجود في حيواناته المنويه مختلف عن الحمض النووي اللي موجود في اللعاب بتاع الراجل ده، فهو كده في الواقع توأم الراجل ده هو اللي خلف الولد مش هو. ففي النهايه عايز اقول لك ان الموضوع ده مش سهل ابدا، لان هو ببساطه ممكن يسبب مشاكل ومصايب كبيره جدا في موضوع النسب زي ما انت شفت. ممكن يسبب مشاكل فيتل او تقتل العيان فعلا في عمليات زي زراعه الاعضاء او نقل الدم. ده بل كمان ممكن يبرئ مجرم بسبب ان هم لقوا ان الحمض النووي بتاعه اللي في جسمه مختلف عن الحمض النووي اللي لقوه في مسرح الجريمه، في حين ان الاثنين ممكن يبقوا فعلا بتوع نفس الشخص. انا حاسك قلقت. ما تقلقش عادي، انت سليم ودنيتك حلوه وكله كويس. تقلق بس لو ما عملتش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.